السلام عليكم. هتعملي غريبه حلوه جدا باذن الله، ما فيهاش غلطه، مقادير مظبوطه جدا. وهنعرف كمان ازاي نحل اي حاجه ممكن تقابلنا، واي حاجه هتقابلك باذن الله هنتعامل معاها وهنشوف هنتصرف ازاي. تابعي الفيديو للنهايه عشان ما يفوتكيش اي تكايه. في البدايه معايا نص كيلو من الدقيق، تمام. نزلت عليه ب 175 جرام من السكر البودر منخول مرتين، تمام. السمنه حطيتها في التلاجة قبلها كده بنص ساعه ولا حاجه، بس تجمد معايا شويه، ما استخدمهاش وهي سايحه او بدرجه حراره الغرفه، لا اخليها ساقعه او بارده، تمام تمام كده. وبعدين بقى هنا ضربتها انا هنا بالهاند بلندر، يعني ما خدش معايا 5 دقايق وكانت بقت قوامها كريمي جدا وفاتحه ما شاء الله عليها. بس طبعا لو اكتر من نص كيلو ما تستخدميش الهاند بلندر عشان بس ايه ما يحصلوش حاجه، تمام. هيبقى الشكل دوت لحد ما القوام ما يبقى كريمي جدا، تمام. بعد كده ابتدي بقى انزلي بالدقيق، ابتدي بقى ايه سيبي بقى خالص الاداه اللي بتستخدميها نهائي، وبايديكي كده ابتدي ايه كانك بتبسي كحك بالظبط، تمام. بسي كده لحد ما ايه بتاخدي، بصي زي الرمل المبلول بالشكل ده كده. لو حتى حسيتي ان هي ناشفه ما تستعجليش وتحطي اي حاجه، ما تحطيش اي ماده دهنيه تاني. خليكي بقى مع العجينه لغايه النهايه، ولغايه ما تحني في ايديكي وتبقى ناعمه جدا معاكي. طيب يا ناديه، انا بعد ما عجنت وحننتها في ايديا وطريت جدا معايا وكده، هنسيبها في التلاجة نص ساعه، ده كده على طول بعد ايه بعد العجن، تمام. بعد كده ابتدي بقى ايه اعملي لها التست بتاعها. هتبتدي تكوريها في ايديكي كده لحد ما وتحننيها كويس جدا. اول ما تلاقي مفيش اي تشققات فيها، تمام، ومظبوطه وبتلفي معاكي لفه حلوه كده بالشكل ده، تمام. خلاص ما تستعجليش، اعملي التست الاول، دخليها الفرن، تمام. دخليها الفرن تبقى سخنه قبلها ب10 دقايق بس، مش ربع ساعه، 10 دقايق، عشان لو الفرن سخنه جدا برضو حتى لو انت عامله مقادير مظبوطه الغريبه هتفرش معاكي وتنشف كمان. طيب تعالي هنا بس الاول نعمل اول صينيه كده مع بعض، وبعدين هنقول برضو على باقي كل التكات اللي ممكن تقابلنا، والحاجات اللي ممكن تقابلنا فيه او تواجهنا في موضوع الغريبه. بصي كده انا هنا عملت هنا يعني بحاول اكورها كده واعمل زي فتحه في النص كده عشان انا عايزاها كبيره شويه، انما انت لو مش عايزاها كبيره ما تعمليش زيي، انت هتكوريها كده وهعملها كده دلوقتي برضو معاكي. هتكوريها وتحطيها على طول في الصينيه، وعلى طول تشكليها بقى سواء باللولي او الفول السوداني او الفستق اللي انت حباه بقى، تمام. او طبعا حسب المتاح عندك بالشكل ده. انا تقريبا عملت معايا حوالي ما شاء الله حوالي 3 صواني من يعني الاثنين حجم ده، والثالثه كانت اصغر، تمام. ولكن برضو ما شاء الله كميه حلوه قوي بنص كيلو، ما شاء الله عليهم. بعد ما شكلتها بالشكل دوت بقى هتبتدي بقى ايه هدخلها التلاجة قد ايه 10 دقايق، يعني قبل الخبز ب10 دقايق. هتسخني الفرن برضو 10 دقايق، ربع ساعه زي ما اتفقنا لا، تمام كده. طيب على درجه حراره قد ايه؟ على درجه حراره 160. طيب انا عايزه التسويه بتاعتها زي تسويه بره بالظبط، يبقى هتخليها فوق وتحت لون واحد، يعني بيضه، هي اصلا بيضه من فوق ولازم تبقى بيضه برده من تحت. طب ده هيحصل ازاي لو سبتها بس 10 دقايق؟ انما لو زودت شويه، يعني انا عن نفسي انا بحبها بصراحه شقره بسيط من تحت، يعني بخليها 13 دقيقه بالظبط بخرجها، ده بالنسبه لي يعني الطعم المثالي يعني للغريبه. انما طبعا لو عايزاها بالظبط مثاليه زي اللي بتشتريها من بره، يبقى بتسيبيها مده اقل، تمام، وما تستعجليش وما تطوليش عليها. تعالي نشوف بقى مع بعض التسويه اللي هي السليمه، اللي هي المفروض تبقى اللونين زي بعض فوق وتحت البيضه، تمام. ولو انت عايزاها تزوديها شويه زي ما انا بزودها 3 دقايق كمان، هيبقى شكلها ازاي، تمام. دي كانت التسويه تقريبا التانية معايا، وبعدين هوريكي كمان التالتة اهو ما شاء الله. دي التالتة اللي ناقصه، دي كانت التالتة، تمام. انا بقى هنا خرجتها من الفرن زي ما انت شايفه كده، بصي اهي الشقره دي بقى اللي انا بحبها قوي، تمام. دي التانية بقى اللي هي فوق وتحت شبه بعض، شكل بعض، بيضه خالص، تمام. شايفين دايبه ازاي ما شاء الله عليها، اللهم بارك، بدقيق متعدد الاستخدامات. اتمنى لو استفدتي اي حاجه من الفيديو ده تعملي لي لايك وتعملي شير، وتسيبي بقى كومنت لطيف منك في الكومنتات تحت. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.